السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي وحلوة وطعمها لذيذ ان شاء الله هتعجبكم وتكون سهلة عليكم. هنعمل مع بعض الكاليماري اهو. طبعا انتوا في ناس بتتلخبط بينه وبين الصبيط. الكاليماري بيبقى رفيع من تحت كده وعريض من فوق عامل زي القرطاس، وبرضو انا هوريكم ازاي نفرق بينه وبين الصبيط. ده الكاليماري، وهنحتاج معاه مكونات سهلة وبسيطة، وهوريكم ازاي تنضفوه وازاي نغسله ويبقى معانا حلو ونضيف وطعمه جميل وريحته حلوة وجميلة. هنحتاج معانا المكونات طبعا الكاليماري، ومعانا هريسة التوم ده عليه فلفل رومي وكزبرة وكمون وفلفل اسود وملح، وعليه ليمون، ومعانا ملح وكزبرة وفلفل اسود وكمون وليمون ونشا ودقيق، لان احنا هنعمل الكاليماري النهارده مقلي. وطبعا احنا عارفين ان الكاليماري ممكن بنحشيه وممكن بنعمله طاجن، بس احنا النهارده الوصفه بتاعتنا هنعمله مقلي، وان شاء الله في الايام الجايه هنبقى نوريكم كل الطرق بتاعه عمل الكاليماري. يلا بينا ننضفه ونشوف هيتنضف ازاي، وايه الحاجه اللي ممكن نفرق بينها بين الكاليماري وبين الصبيط. يلا بينا على الحوض. عندنا الكاليماري اهو، اللون الاسود ده لون الحبر اللي بيبقى فيه. طيب بنمسك اول حاجه بندخل ايدينا كده ونشد الراس بالاحشاء اللي جوه اهو، تمام، ونغسله كده. طيب ايه بقى الفرق بين الكاليماري وبين الصبيط؟ الكاليماري بيبقى لونه وردي زي ما احنا شايفين كده وشبه القرطاس كده، تمام، وبيبقى هنا العظمه دي. بصي هحط ايدي اضغط في الجنبين دول كده، هتطلع معانا حاجه لونها شفاف اهي. العظمه الشفافه دي بتاعه الكاليماري، انما الصبيط بتبقى العظمه بتاعتها لونها ابيض زي العظم العادي، تمام. ده الفرق بينه برضو وبين الصبيط. وببدا اقشره عادي بكل سهوله تحت الحنفيه اهو. ده صغير مش كبير، هيتقشر معايا بكل سهوله. بحوش الطبقه الوردي اللي من فوق دي اهو بالطريقه دي، وبشطفه كويس قوي من جوه. شوف اي حاجه موجوده جوه بحوشها، وادخل صباعي لحد الاخر كده، احاول انضفه كويس قوي وادخل الميه فيه. شايفين نضفه بقى جميل ازاي معانا اهو. نعمل واحده تانية اهو، اي معايا اهي. بنشد الراس بتاعتها كده، الراس اول ما بتتشد ادخل ايدي واشد كل اللي جوه بقى، كل الاحشاء اللي جوه بتتشد معايا اهي، واتشدت معايا كمان لان هو صغير فسهل خالص معايا في التنظيف. هي دي العضمايه اللي بتبقى فيه كده، وابدا اقشره كده بالطريقه دي برضو. سهل خالص معايا، سهل جدا في التنظيف. والغشاء الوردي ده بيتحاش معايا بكل سهوله اهو. اهي نضفت معايا وبقت زي الفل، وادخل الميه جواها كده واحط ايدي اشوف لو في حاجه جواها احوشها. طبعا لسه هنعيد عليه تاني، نبص كده ونشوف جواه ايه. طبعا شايفين هو عامل زي القرطاس ازاي. ده بيتحشي، الكاليماري بيتحشي، انما طبعا الصبيط ما بيتحشيش اهو. شايفين عامل زي القرطاس معايا. يلا ننضف مع بعض واحده تانية عشان نتعلم اهي. معايا عامله كده، هدخل ايدي كده واشد الراس بالاحشاء اللي جوه كده اهي. شوفوا شدتها ازاي بكل سهوله. ده الحبر اللي فيها عادي، ده صغير الحبر بتاعه مش كتير. واروح حاطه ايدي كده وادوس كده اضغط، هلاقيها طلعت معايا العضميه دي بكل سهوله من جوه اهي. برميها وابدا اقشره كده اهو تحت الحنفيه بكل سهوله خالص. سهل وجميل، وطبعا مغذي وكله فوسفور وحلو للاولاد اهو. هنضف الكميه اللي معايا كلها وبعدين ارجع لكم تاني. خلاص كده انا خلصت كل الكميه اللي معايا، وحشت الطبقه الوردي اللي من فوق دي، وحشت الراس ونضفتها، وحشت العظمه اللي من هنا وغسلتها معانا كويس قوي كده. هبدا دلوقتي احطها في محلول نقع، بس برضو ما كترش اكتر من
5 دقايق برضو علشان بس اودي ريحة الزفارة. هنقعها بس 10 دقايق مش اكتر اهو في الليمون والملح. واقطع كده الليمون معايا عشان يودي اي ريحة زفارة معانا. وكمان الليمون يخليه معايا لونه ابيض قوي. ونحط له دقيق ويعني معلقتين 3 من الخل. تمام. هنحطه بقى في المحلول ده يتنقع 5 دقايق وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني. كده خلاص نقعناه في المحلول النقع اللي احنا عاملينه اللي هو ليمون وخل وملح ودقيق يعني 5 دقايق. وبعد كده خلاص هنبدأ بقى نشطفه. وما ننساش ان احنا بنحط صباعنا كده وننضفه من جوه كويس قوي. ماشي اهو. هنشطفه بقى حلو معانا. هنطلعه من المحلول بتاعه ونشطفه اهو. نحطه في ميه نضيفه ونشطفه مره واتنين وتلاته وادخل الميه جواه لان احنا عارفين ان هو شبه القرطاس كده فننضفه من جوه حلو قوي. هنشطفه بقى مره واتنين وتلاته تحت الميه وبعدين نرجع نشوف هنقطعه ازاي وهنتبله ازاي. اهو ندخل الميه جواه كده اهو. ندخل ايدينا كده ونشطف كويس قوي مره واتنين وتلاته. تمام. شوفوا معانا بيبقى نضيف وشكله جميل ازاي. هنخلص الكميه كلها ونرجع لكم تاني. خلصنا كده الكاليماري معانا ونضفناه حلو قوي وبقى لونه ابيض اهو وبيبرق معانا وجميل. هنبدا بقى نقطعه دلوقتي. طيب احنا هنقطعه لا اما هنقطعه دواير كده. تمام. لا اما هنقطعه شرايح طوليه كده فدي براحتك اهو زي السبيط. لا اما دواير شرايح طوليه بالطريقه دي كده او بقطعه معانا دواير كده اهو. بتبقى عامل زي الحلقه كده. تبقى دواير كده معايا اهو. هقطع كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي وبعد كده نرجع نشوف التتبيلة بتاعته. قطعنا كده خلاص الكاليماري زي ما احنا شايفين دواير وشرايح كده زي ما قلنا. تمام. دلوقتي هنعمل بقى مع بعض الخلطة اللي هنحط فيها الكاليماري. طيب معانا دقيق. هنحط دقيق اهو. ومعانا معلقتين نشا. يبقى احنا كده حطينا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا. وهنحط الملح يعني على حسب ما بنملح. وهنحط الكمون نص معلقة كمون. نص معلقة فلفل اسود. وهنحط معلقة توم اللي هي عليها الفلفل رومي وعليها عصرة ليمون وعليها كزبرة وفلفل اسود برضو وكمون وملح. تمام. وهنحط مية يعني عايزين نعمل عجينة شبه بتاع الزلابية شوية تكون خفيفة شوية برضو اهو. وطبعا نظبط الملح بتاعنا. عايزة معلقة دقيق تاني.
هتبقى عجينة شبه بتاع الزلابية. هنحط فيها الكاليماري. طبعا النشا هيخليه يبقى معايا كريسبي وما يشربش من الزيت. كده خلاص تمام. هنزل بقى بالكاليماري معايا. طبعا انا حاطه ليمون في التوم، فكده كأن انا حاطه ليمون برضو. انزل بقى بالكاليماري في المخلوط بتاعنا ده اللي احنا عاملينه. ونبدأ بقى نقلبه كده ونسيبه منقوع فيها نص ساعة كده يشرب من التتبيلة برضو. وبرضو نشوف هنعمل فيه ايه تاني. هنسيبه بقى نص ساعة كده يشرب من التتبيلة، وبعدين نرجع لكم نشوف هنعمل فيه ايه. دلوقتي بقى خلاص حطينا الكاليماري في الخلطة ساعة لحد ما شرب من التتبيلة كويس قوي. هبدأ بقى انزل بالدقيق والنشا واخلطهم مع بعض كده كويس علشان ابدأ ايه احمر الكاليماري معانا. وحاطه طبعا طاسة فيها زيت على النار. حطيت الكاليماري في الدقيق زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي اهو، وبطنته بالدقيق كويس. هبدا بقى انزل اهو، ابدا انزل بيه بقى واحده واحده هنا بعد ما الزيت سخن معايا. هنفضه من الدقيق وانزل بيه واحده واحده. ونزلنا بالكاليماري اهو في الزيت. هياخد بقى لون جلد حلو معايا كده، وياخد لون من جنب كده واقلبه. وبعد كده اوريه لكم بعد ما يطلع هيبقى شكله عامل ازاي معايا. دلوقتي خلاص ابدا اطلع بقى الكاليماري معانا. خد اللون الجميل ده الذهبي اللي احنا شايفينه، لونه خطير اهو. هبدا اطلعه بقى اهو، شايفين؟ خد اللون الجميل ده اللي احنا عايزينه، ما غمقوش عن كده. تمام. هطلع بقى الكميه اللي معايا كلها واحط اللي باقي، وبعدين نوريه لكم في الاخر شكله هيبقى عامل ازاي اهو. شايفين اهو؟ شكله جميل وفظيع، وطعمه هيبقى جميل برضو. جربوه هتحبوه. هنطلع الكميه كلها وبعدين نرجع لكم تاني. ودلوقتي خلصنا مع بعض وصفتنا النهارده، والكاليماري معانا استوى وبقى جميل ومقرمش وطعمه تحفه زي ما انتم شايفين كده، وشكله يفتح النفس اهو زي ما احنا شايفين. سامعين صوت التقرمشه؟ مقرمش وجميل وفظيع زي ما احنا شايفين اهو اهو، ومستوي. خلصت وصفتنا النهارده. اتمنى ان هي تكون خفيفه عليكم وتكون عجبتكم، وان انتم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنتات. وشكرا لحسن استماعكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.